اللحمة والفراخ غاليين يا ولاد. غاليين. طب جايلنا ضيوف يا ولاد. جايين. طب هنعمل ايه؟ واللحمة والفراخ غاليين. مش كل العزايم تبقى لحمة وفراخ. تعالي بينا النهاردة، هخليكي تعملي أكلة أو وصفة كل ضيوفك لو جايلك حد على غفلة أو عزم حد، تعملي الوصفة دي أو تحطيها في نص سفرتك. حقيقي اختراع، إبهار، تحفة، ملكة التوفير للعزومات أو للضيف اللي جاي على فجأة زي ما بيقولوها، جنب شوية رز بشعرية كده، وكل الناس هتتكلم على الحلو اللي انت عملتيه. كل اللي عاوزاه منك تدخلي تشتركي في قناتي على اليوتيوب طبخ ومعلومات مفيدة مع هدير، وتعملوا لي متابعة على الفيسبوك برضو طبخ ومعلومات مفيدة مع هدير. بحبكم جدا في الله. شايفين الشكل؟ طبعا عايزين نعرف الكلام الحلو ده اتعمل ازاي. يلا بينا نشوف الكلام الجميل بتاعنا ده، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا. وصلتي بقى معايا لحد هنا؟ صلي على سيدنا محمد ويلا بينا نشوف الطريقة. حل على النار، طاسة، هوك، أي حاجة عندك عايزة تستخدميها. نزلت فيها كده بقى بمعلقة من اللي هي الضاني المتسيحة زي ما انتوا شايفين. طبعا الحتة دي اللي انا كنت مسيحاها منها، بس هشيلها ارميها يعني، هتخلص منها. مفيش عندك معلقة اللي هي الضاني دي، هتبقى معلقة سمنة بلدي. تمام. بصوا انا عندي هنا كنت بولع الفرن قبل ما اشتغل. حطيت الطاسة دي تسخن كويس قوي، مهم جدا ان طاستي تكون سخنة. هاخد بقى قطع اللية دي ارميها. طبعا هي كده ايه، مسلية وزي الفل، مش محتاجة منها حاجة تانية اكتر من كده. لازم الطاسة تسخن جدا عقبال ما بظبط الفرن. زي ما انتوا شايفين كده بظبط التايمر. عندي بقى هنا نص كيلو من السجق الشرقي زي ما انتوا شايفين. اول ما طاسة سخنت نزلت بيه على نار عالية عشان عايزة اديله صدمة ولون في نفس الوقت. هشوح نص كيلو السجق بتاعي ده لحد ما ياخد معايا لون. بصوا بشوح فيه ازاي. بعد كده هشيل قطع اللية دي ارميها. انا عايزه اللية المتسيحه بس، ما فيش لية. هحط معلقه من السمنه البلدي. عايزه السجق ياخد معايا يغير لونه كده زي ما انتوا شايفين. والناس يا جماعه اللي طالبين ان الفيديو يتسرع اكتر من كده، انا بعلم ناس الوصفات والطبيخ. بأسس بنات ان هم يقدروا يفتحوا بيت ويفتحوا مطبخ، يعني يفتحوا مطبخهم ويأكلوا ولادهم ويأكلوا أزواجهم. تمام. أنا مش هقدر أسرع الفيديو أكتر من كده لأن السرعة ما بتخليش حد يفهم. فالله يبارك لكم، اللي عايز يبقى معايا بما يرضي الله أهلا بيه، مش عايز برضو تشرفنا بمعرفته. حطيت عندي هنا معلقة من التوم المفروم أو التوم المدقوق، حسب انت دقاه فرماه ولا يهمك. نزلنا بمعلقة كده، وبدأت ان انا اشوح السجق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما هياخد لون مع حتة التوم ومعلقة اللي هي الضاني اللي احنا حطيناها مع بعض. اول ما السجق خد معايا لون زي ما انتوا شايفين كده، هروح نشلة السجق من الخلطة دي زي ما انتوا شايفين كده. انا بس اديته لون، مش عايزة اكتر من كده. خد معايا صدمة، وعايزة الطاسة سخنة زي ما هي، بحتة بمعلقة اللية. طبعا لما بتنزلي بالسجق بيفرز دهونه كمان. عندي هنا بصلاية كبيرة متخرطة او متقطعة حلق حسب ما انت حباه، حلق او جوانح براحتك. تمام. هندي كده صدمة للبصلاية بقى مع شوية التوم ومعلقة اللية اللي احنا حطيناها دي، هتاخد بقى طعم السجق يا سلام. بعد كده هنزل بقرن فلفل رومي او حامي. انا حاطه حامي وحاطه رومي وحاطه طماطمتين معاهم صغيرين. وبعد كده نزلت بنص كيلو من البطاطس متقطع مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. يبقى حطينا البصل، حطينا البطاطس، حطينا الطماطم، حطينا الفلفل، كل ده في الصدمة والمادة الدهنية والتشويحة بتاعة السجق. دلوقتي بقى هنحط التوابل. كل اللي هستخدمه فلفل اسود، وهحط
معلقة من السبع بهار، معلقة صغيرة من السبع بهارات، وحطيت فلفل اسمر، وهحط ملح، وهحط مكعب مرق الدجاج خضار، بمكعب كنور خضار بتاع مرقة الدجاج. بس كده يبقى فلفل اسود، سبع بهارات، مع مكعب مرق دجاج بتاع كنور، حبة لحمة تمام، وحطينا شوية الملح. هشوح بقى كل الخضار بقى، نتخيل كده واحنا قاعدين بنشوحه في الصدمة اللي نزلت عندي من السجق ومن معلقة اللي حطيناها او السمنة البلدي. بعد ما اديت الخضار بتاعي ده كده تشويحتين 3 على النار، نزلت بالسجق اللي احنا حطيناه، قصدي اللي احنا شوحناه، نزلت بيه وببدأ برضو ان انا اقلبه مع الخضار. بعد كده كوباية كبيرة من عصير الطماطم او ربع شفشق من عصير الطماطم. وبعد كده هننزل على كل المكونات بتاعتي دي برشة سكر، وهسيبه لحد ما يغلي، ياخد له غلوتين بالظبط على النار. عندي هنا بقى الطاجن او القالب البايركس بتاعي او الصينية الألمونيا. فرشت الاول حتة ورق فويل، ورامية بقيت طرفها بره زي ما انتوا شايفين، فوقيها ورقة زبدة. وهروح حاطة معلقة من السمنة، عندك اي نوع سمنة او سمنة بلدي براحتك اللي تفضليه. هروح حاطة كده نازلة بمعلقة كبيرة حلوة من السمنة، ناخد منها كطعم بس كده على الوش ولون مش اكتر. وهروح مغطية بورقة الزبدة ومدخلة على درجة حرارة 200. نغطي كده ورقة الزبدة وفوقيها الفويل. هنقفل كده، بص حاجة بسيطة جدا يعني مش محتاجة. تمام. هدخلها عندي درجة حرارة 200، وده الشكل النهائي بعد ما خرجت واستوت. اللهم بارك يا رب. طعم ايه وجمال ايه. طبعا انا كنت عاملة جنبيها شوية رز بشعرية. لو عجبك وصفتي ما تنسيش الاشتراك في القناة، ولو عزومة على الأكلة دي هتدعيلي من قلبك وبجد هتشكريني. يعني مش كل ما يطب علينا حد على غفلة لازم نشيل هم ونجيب لحمة وفراخ. أشوفكم على خير، دمتم في أمان الله. السلام عليكم.